السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير واحوالكم في امان الله. مرحبا بكم من جديد في القناه ديالي اللي الهدف منها دائما نشاركوا افكار نصائح عمليات تساعد كل وكل امراه تلقى التوازن بين بيتها حياتها الشخصيه وراحتها النفسيه. بغيت اولا نشكركم من القلب على التفاعل الجميل، على اللايكات، على التعليقات، على الكلمات اللي كتفرح القلب. نتوما السبب اللي كيدفعني نستمر ونقدم محتوى هادف فعلا. اللايك ولا التعليق فاش كنطلبوا منكم فماشي غير دعم، هو الطريقه الوحيده باش كيوصل هذا النوع من المحتوى لبزاف ديال الناس. يعني نتوما كتساعدوا القناه على الانتشار. باش كل كذلك ممكن انها تطيح في هذا المحتوى وتقدر انها تلقى تقنيات، تلقى قواعد، تلقى عادات يعاونوها على الراحه وعلى التنظيم. فقبل ما نبدا الموضوع ديري لايك وكتبي لي في التعليق من اين مدينه كتشوفيني، واش انتي كذلك من الناس اللي كيعشقوا النظام ولا باقي كتحاولي انك توصلي ليه. اليوم غادي نهضروا على موضوع ماشي جديد ولكن قليل اللي فهم العمق ديالو الحقيقي، موضوع قوانين المنزل المنظم. الفوضى في البيت ماشي غير منظر، هي طاقة كتأثر على النفس وعلى المزاج وعلى العلاقات كذلك اللي كاينه في هذاك البيت. الدار اللي فيها نظام فيها هدوء، والدار اللي فيها فوضى كتولي مرآة للفوضى الداخلية. والمشكل ان بزاف ديال الامهات كيعيشوا في هذيك الدوامة ديال انهم كينظموا، كيقادوا، كيديروا مجهود، ومن بعد كيعياو لان كل شيء كيرجع كيف ما كان. كيحسوا بالاحباط وكيقولوا ما نفعش هذاك التنظيم اللي درت. الحقيقه المشكل ماشي في هذاك التنظيم اللي درتي، المشكل في غياب قوانين واضحه تحكم هذاك النظام اللي درتيه. باش يكون البيت ديالك منظم على الدوام خاصك تعيشي وفق قواعد بسيطه ولكن ثابته. هاد القواعد هي اللي غتخلي النظام ما يكونش عبارة عن مجهود ولكن يكون أسلوب حياة. القاعدة الأولى، كل حاجة عندها بلاصتها. خليني نقول لك واحد السر اللي هو بسيط. البيت اللي هو منظم ما كيبداش من ترتيب، كيبدا من داك القرار اللي كتاخديه فاش كتختاري لكل حاجة البلاصة ديالها. ملي ما كتعرفيش فين تحطي الحاجة كتخليها مثلا فوق المكتب، فوق الطاولة، فوق الكرسي، من تما كتبدا الفوضى وكتبدا تكبر بلا ما تحسي. اذا الفكره الاساسيه هنايا هو ان كل غرض في دارك خاصو يكون عنده واحد العنوان واضح. بحال الانسان اللي عنده دار كيرجع ليها، حتى الاغراض خاصها بلاصه تكون فيها. الخبيره اليابانيه ماري كوندو اللي درت عليها واحد الفيديو خاص بالتنظيم كتقول كل حاجه خاصها تلقى المكان اللي كتعيش فيه. اذا هنا فاش طبقي هذه القاعده الدار ديالك كتولي كتنفس النظام. منين كتعرفي فين كيتوجد كل غرض عندك في البيت كتربحي الوقت، كتوفري المجهود، كتريحي دماغك، وكتولي الخدمه في دارك بدون توتر، لانك ما كتضيعيش وقتك في التفكير فين خليت هذه فين درت هذه، عارفه كل حاجه البلاصه ديالها. اذا كيفاش تطبقي القاعده؟ غتاخدي واحد الوقت وتحددي المناطق اللي عندك في الدار ديالك بنظام. يعني ديري واحد الجوله في دارك بالقلم والورقه وشوفي فين كيتجمعوا الحوايج اللي ما عندهمش بلاصه محدده. كتكون عندنا واحد النقطه سوداء كنحطوا فيها اي حاجه ما لقيناهاش بلاصه، مثلا المفاتيح، الشواحن ديال الهاتف، الاوراق، ممكن كذلك ادوات هكا كنستعملوها مره. فاختاري اماكن منطقيه لكل حاجه، ما تختاريش بلاصه بعيده بزاف باش يكون من السهل انك ترجعي للحاجه بلا مجهود. مثلا المفاتيح ديرهم حدا الباب، الشواحن ديال الهاتف خليهم في واحد الصندوق هكا في غرفه الجلوس، ادوات التنظيف مثلا ديروهم في خزانه كاينه في الحمام. فمنين كتخلي كل حاجه البلاصه ديالها كتحسي براحه، لان كل جزء في دارك ولا منسجم، ما بقاش كاين داك الزحام البصري ولا العقلي. ماشي التنظيم هو اللي كيتعبك، ماشي داك المجهود اللي كيتعبك، هو العشوائيه. ملي كتحطي واحد النظام اللي هو واضح كتكون الخدمه ديالك خفيفه سهله مريحه. البيت ديالك كيولي منظم ماشي لانه خالي من الحوايج او ما فيش حوايج بزاف، لا، لانك كتعرفي كل حاجه فين خاصها تكون. القاعده الثانيه، دخلي للدار ديالك غير اللي محتاجاه. هذه من اقوى القواعد في التنظيم، ولكن في الحقيقه هي اكثر وحده كنتجاهلوها، حيت حنا عندنا ميل طبيعي نجمعو
نحتفظوا، كنخافوا نرميو حاجه يمكن نحتاجوها شي نهار، ولكن النتيجه كتولي الدار عامره، كيولي عقلك مشوش، كتولي عندك واحد الطاقه مخنوقه. البيت المنظم ما كيعنيش يكون عامر بالحوايج الزوينه، لا، خاصو يكون عامر بالحوايج النافعه فقط. واحد الخبيره امريكيه في التنظيم سميتها دانا وايت كانت كتقول ان كل غرض زائد في البيت كيسرق منك طاقتك. بمعنى اخر، كل حاجه ما عندهاش نفع حقيقي راها كتسد المساحه ديال الراحه في الدار، وكذلك كتاثر على التركيز في العقل. الفوضى ما كتجيش غير من الاهمال، راه كتجي كذلك من التراكم، من الحوايج اللي كندخلوها بلا وعي منا. كتمشي مثلا للسوق، كتشوفي واحد الحاجه زوينه كتجيبيها، كتبدا كتراكم حاجه مورا حاجه، سواء علب، ملابس، اجهزه. في لحظه كتلقاي راسك وسط واحد الجبل من الاغراض اللي ما عندها لا قيمه لا دور. وهنا كيتبدل الاحساس ديالك، ما كتبقايش فرحانه بدوك الاشياء، بالعكس كتولي ما قادراش تنظميهم، ما كتعرفيش منين تبداي، وكتولي كتعيشي داخل ضغط بلا ما كتعرفي السبب. كيفاش تطبقي هاد القاعده هذه اللي هضرت عليها؟ كتبداي بالعقل. قبل ما ننظم خاصني نعرف انني نغير نظرتي للاشياء، نسول نفسي قبل ما نشري او نحتفظ بشي حاجه واش فعلا هاد الحاجه كنحتاجها ولا غير عاجبني الشكل ديالها. اذا الجواب يمكن نحتاجها، غالبا راه ما غاديش تحتاجيها. هنا كنبداو كنطبقوا واحد القانون ديال الاحتياج، يعني الاحتياج الحقيقي وضروره هذيك الحاجه. ما كنجيش وكنبقى نشري حيت الحاجه عجباتني ولا حيت الثمن ديالها رخيص ولا كاينين دي بروموسيون، لا، كنبدا ندخل البيت ديالي فقط الاشياء النافعه فقط. القاعده الثالثه قاعده الخمس دقائق. بزاف ديال الناس كيقولوا غادي ننظف من بعد، غادي نرتب من بعد، والحقيقه هذيك من بعد كتولي ساعات ثم ايام ثم شهور، والفوضى كتراكم بلا ما تحسي، وبالتالي الضغط كذلك كيتضاعف. اي مهمه صغيره تقدري ديريها في 5 دقائق ديريها، ما تضيعيش الوقت في التردد او التاجيل، حيت التغيير الكبير كيجي من التفاصيل الصغيره اللي كيتعاودوا يوميا. يعني اي تصرف صغير كتكرريه يوميا كيبني نظام الكبير بلا ما تحسي. فالفكره هنا ماشي فقط في التنظيم، ولكن انك تعلمي العقل ديالك الانضباط بلا ضغط، لانك كل مره كتاجلي واحد المهمه اللي هي صغيره كطيحي في التراكم، وعقلك كيولي كيشوفها بحال شي مهمه اللي هي كبيره بزاف. ولكن ملي كتكمليها في 5 دقائق كتولي الانجازات سهله. القاعده كتعلمنا ان النظام ماشي صراع مع الوقت، ولكن انك تستعملي الوقت بحكمه. والقاعده الرابعه اللي غتساعد البيت ديالك يبقى منظم هو انك تحاولي تخلقي واحد الروتين صباحي وروتين مسائي، تعتمديه وتحترميه وتحاولي تطبقيه وتنضبطي فيه. الروتين ماشي روتين ممل، بالعكس هو واحد السلاح غادي يخليك تبغي النظام، تبغيه بلا تعب، ما تحسيش انك كديري واحد المجهود. علاش؟ حيت تحاولي انك تخلقي بعض العادات اليوميه اللي غتبقاي دائما تطبقيها، بحال كديري واحد الهيكل كيعطيك التوازن في الحياه ديالك اليوميه. فمنين كنعرفوا اشنو خاصنا نديرو في الصباح وشنو خاصنا نديرو في المساء، هنا كنوليو عايشين في واحد الراحه، ما كيبقاش عندنا ضغط نفسي. بلا روتين راه الانسان كيولي كيعيش واحد الدوامه، كيضيع الطاقه ديالو، لا سواء في التفكير ولا حتى في المجهود، كيولي المجهود ديالو غير مركز. فعمليا او تطبيقيا ما نقدرش نقول لك اشنو هما الحوايج اللي ديري في الصباح وشنو الحوايج اللي ديري في المساء. الفكره هو انك تعتمدي الروتين الصباحي والمسائي لانهم كيبنيو نظام يومي متين على حسب الظروف ديالك. انت ربة بيت غتعرفي شنو غادي ديري، امراه عامله كيختلف. فالروتين ماشي باش تكوني صارمه مع راسك، ولكن باش تحمي الطاقه ديالك تركزيها اكثر. وكيولي هذاك الروتين بحال الصديق ديالك، كيساعدك تحققي نظام بلا ما تحسي باي ضغط خارجي. والقاعده الخامسه الا بغيتي البيت ديالك يبقى منظم هو انك تعتبري النظام مسؤوليه الجميع. حيت وحده من الاخطاء اللي كنديروها كاملين هي اننا كنفكروا ان النظام في الدار مسؤوليه ديالنا بوحدنا. راه البيت اللي فيه تعاون،
كيكون بيت منظم طبيعيا كتولي المهمة سهلة. علاش؟ لانه كيكون واحد المشروع جماعي، واحد العادة جماعية، كل فرد في العائلة عنده واحد الدور صغير كيطبقوا. هنا النظام كيتحقق بلا ضغط والطاقة كتبقى إيجابية. فما تعلميش ولادك يساعدوك، علميهم يعيشوا منظمين. يعني ماشي الهدف غير انهم يشاركوا في الترتيب، لا، علميهم انهم يعتمدوا على النظام كعادة حياتية. حيث البيت اللي فيه مشاركة من جميع أفراد العائلة كيكون مرتب، هذاك النظام كيبقى كيستمر لأطول مدة ممكنة. والعكس صحيح، البيت اللي فيه المسؤولية كلها على الأم راه كيكون مرهق واكيد كيكون فوضوي. علاش؟ لان الاطفال كيتعلموا الاعتماد على الاخر بدل الاعتماد على النظام. لان ما يمكنش انت واخا تبقاي دايره المجهود ديالك كامل وعاطيه وقت كامل هذاك التنظيم ديال البيت، راه اكيد الا جا واحد الطرف خارجي رون موراك فاكيد ما غاديش يبقى النظام. خليهم يتربوا على التعاون وعلى التنظيم بطريقه محفزه، حفزيهم، شجعيهم، وحاولي توزعي المهام حسب الاعمار. الاطفال اللي كيكونوا صغار يجمعوا اللعب ديالهم، يرتبوا السرير ديالهم قبل ما يمشيو للمدرسه. اللي كبر شويه يساعدوا في المطبخ، علاش؟ يغسلوا الماعن حتى هما، يحاولوا يديروا شي وجبه اللي هي خفيفه، يرتبوا الغرفه فين كتاكلوا. يعني يكون واحد تكون واحد المشاركه، يكونوا كيديروا حتى هما دور في هذا النظام الداخلي ديال البيت. كذلك ممكن انك تستعملي بعض اللوائح المصوره او المكتوبه اللي تعلقيها لهم في البيت ديالهم. يعني في البيت ديالهم في الغرفه ديالهم تكتبي المهام ديالهم بشكل واضح، هكا باش يعرفوا المهام ديالهم، تشجعيهم بالحب بالمكافاه. كذلك حتى ديك كلمه شكرا، تبارك الله عليك درتي خدمه زوينه، هكا الاطفال كيتحفزوا وكيستمتعوا بديك المشاركه. فالهدف هنايا ماشي اننا نحافظوا على داك البيت المنظم 24 ساعه على 24 ساعه، اكيد هذه مهمه اللي هي مستحيله، ولكن الهدف هو اننا نخلقوا واحد البيئه متناغمه فيها كل واحد يعرف المسؤوليه ديالو ويعيش النظام كجزء طبيعي من الحياه اليوميه. البيت اللي كيكون منظم راه كما قلت ماشي هو واحد المجهود اللي فردي، هو عمل جماعي كيعطي راحه وطمانينه للافراد ديال العائله كامله. والقاعدة السادسة هي سر من أسرار الحفاظ على التوازن في البيت وعلى التنظيم في البيت. هذه القاعدة كتقول حاجة داخلة حاجة خارجة، حيث بزاف ديال الناس كيتجمعوا عندهم الحوايج بلا ما يحيدوا الحوايج القدام، وهنا الدار كتولي عامرة والفوضى كتولي كتخلق واحد الضغط يومي. فالفكرة الأساسية ديال هذه القاعدة هو أن كل مرة شريتي شي حاجه جديده خاصك تخرجي وحده قديمه من نفس النوع. هذه طريقه بسيطه ولكن فعاله باش تحافظي على المساحه وكذلك تحافظي على الطاقه. الخبيره ماري كوندو كانت كتقول في الكتاب ديالها ما تدخليش شي حاجه جديده الا ما كنتيش مستعده انك تودعي حاجه قديمه. هذه القاعده راه ماشي غير تنظيم المكان، هي تربيه كذلك على الاختيار الواعي. هنا كنعلموا العقل ديالنا يختار اللي مفيد فقط. كنتعلموا كذلك اننا ما نعتمدوش على تراكم الاشياء. هنا كنوليو كنعيشوا ديك الحياه الخفيفه، كيولي عقلنا مركز اكثر، وكذلك الطاقه في الدار كتولي متوازنه. فتطبيقيا مثلا في الملابس شريت واحد جاكيت جديد، غادي نخرج الجاكيت قديم ما بقيتش كنلبسو ولا ما بقيتش كنبغيه ولا ما بقاش كيناسبني. في الادوات المنزليه كذلك اي غرض جديد شريته دخلته درتو في واحد الدرج، هنا القديم اللي بحاله غادي يخرج. والامثله اكيد كثيره بزاف، لا بالنسبه للالعاب لا الادوات المنزليه يعني الديكورات، كل شيء ممكن اننا نطبقوا عليه هذه القاعده الذهبيه ونطبقوها بشكل يعني يومي. البيت ديالك غادي يولي خفيف منظم فيه واحد الطاقه ايجابيه، وكذلك ما غاديش تبقاي محتاجه انك دائما تنظفي وتنظمي وديري مجهود اللي هو كبير. والقاعدة السابعة والأخيرة اللي خاصك تعتمديها باش تحافظي على النظام بلا تعب هو أنك تعتمدي واحد النهار في الشهر ديال الصيانة. بمعنى إلا توقعتي أن البيت يبقى منظم دائما أكيد هذه واحد الحاجة اللي هي مستحيلة، فالفوضى كتراكم، الضغط النفسي أكيد كيكون، الطاقة كتهبط. فكاينين أيام ما غاديش نكونوا بالنشاط ديالنا فما غنطبقوش كاع دوك القواعد اللي هضرنا عليهم.
وما غاديش نطبقوا كذلك الروتين اليومي والروتين اللي هو صباحي ومسائي، فبالتالي غادي يكونوا عندنا بعض الهفوات، بعض الاخطاء. فكيجي هذا النهار هذا اللي في الشهر كنختاروه نكون عندنا طاقه، يكون عندنا وقت، ونحاولوا نديروا واحد المراجعه وواحد التنظيم اللي هو شامل باش نحافظ على داك النظام اللي بنيته بالعادات اليوميه ديالي. فهذيك المراجعه كتخلي المكان يبقى منظم اطول مده ممكنه، لانني كنحاول نشوف كل زاويه في الدار ديالي واش مرتبه، واش كاين واحد الفوضى صغيره غادي نحاول نصححها قبل ما تكبر. وهنا كنولي كنبني هذاك الاحساس بالسيطره، وخلي هذا اليوم هذا كعاده ممتعه. فاش نبدا ندير هذا الفحص هذا ولا هذا اليوم ديال الصيانه، نحاول نستعمل واحد الموسيقى تحفيزيه ولا واحد البودكاست تحفيزي يموتيفيني باش نكمل. ما نكونش مستعجله، نحاول نعتبرها واحد اللحظه ديال تجديد الطاقه وماشي غير ترتيب ولا تنظيم. نحاول نكون طاقه ايجابيه، كنحاول انني نراجع كاع داكشي اللي بنيت ونحافظ عليه، لان هذا النهار ديال الصيانه كيسهل النظام اليومي أنه يستمر. وختاما، تنظيم البيت أكيد راه ماشي ترتيب فقط، هو أسلوب حياة، هو هدية كنقدموها لنفسنا والعائلة ديالنا. فبهاد القواعد هذه كنكونوا كنخليو الحياة ديالنا متوازنة أكثر. كنحافظوا على التركيز ديالنا، كنحافظوا على الطاقة ديالنا وعلى الراحة ديالنا. فدائما تذكري كل حاجة خاصها تكون عندها بلاصتها باش عقلك يرتاح. دخلي فقط اللي محتاجاه للبيت ديالك باش تخفي من الطاقة السلبية. هذيك القاعدة ال5 دقائق راه غادي تخلي الإنجازات اليومية تدوز بلا تعب. كذلك الروتين الصباحي والمسائي كيضمن لك الاستمرارية في النظام. حاجة داخلة حاجة خارجة كتحيد عليك التراكم والفوضى. والنظام مسؤولية الجميع كيخلق تعاون وحب في الدار. وأخيرا النهار ديال الصيانة الشهرية كيخلي هذاك النظام اللي بنيتيه يستمر. فاكيد كل مره كتطبقي هاد القواعد راه ما كتخدميش غير على البيت، راه كتخدمي على راحه بالك، كتخدمي على صحتك النفسيه، وكتخدمي على الهدوء اللي كيكون وسط العائله ديالك. واخيرا كنتمنى ان هذا الفيديو يكون فادك، عطاك افكار، حفزك، عطاك طاقه ايجابيه. وكنتمنى انك ديري لايك الا استفدتي، كتبي لي تعليق شنو اول قاعده غادي تبداي طبقيها. وما تنسايش الا كنتي اول مره كتكتشفي القناه اشتركي فيها باش توصلك كل الفيديوهات اللي كتعزز حياتك يعني بالطاقه الايجابيه وبالنظام. كنتمنى نلقاكم في الفيديو القادم في احسن الاحوال. خليتكم على خير والى اللقاء.